ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو حادق مع المسية. والنهاردة هنعمل فيديو مهم جدا لكل واحدة ست واقفة في البيت مش عارفة تعمل ايه في المشكلة اللي بتقابلني ولقيت لها حل. بس يلا حطي لي لايك جميل منك، ولو ما شاركتيش في القناه يسعدني اشتراكك. ويلا بينا على الفيديو على طول. كلنا عندنا سكاكين في المطبخ، وكلنا السكاكين بتاعتنا بتبرد او بتتلم وما بنبقاش عارفين نعمل ايه. والسكينه لما بتبقى تلمه ما بتكرهنا الصراحه ان احنا ندخل المطبخ حتى نقطع طماطمايه. لكن لما بتبقى السكينه مسنونه بتحبي تقفي في المطبخ وتعملي كل حاجه وتحسي ان انت بتنجزي. النهارده هقولك ازاي تسني السكينه بطريقه سهله وبسيطه، وكمان هقولك ازاي تسني المخرطه بتاعه الملوخيه. لو بتخرطي بالملوخيه بتستعملي المخرطه زي كده. السكاكين دي كلها بارده اهي، مش بتقطع يعني، بسيطه خالص. ديت يمكن اكتر واحده انا بستخدمها، خفيفه على ايدي وبسنها او ببردها يعني. وديت بردك بارده مفيش منها. وديت ما اقولكوش يعني، دي ما لا حياه لمن تنادي في السكاكين. اما المخرطه طبعا انا ما بستغناش عنها. انا لسه سناها دلوقتي وانا واقفه، فهي فعلا حاميه يعني بجد، يعني تخافي تحطي ايديكي عليها. هوريكي انا سنيتها ازاي، وهقولك طريقتين دلوقتي او حاجتين تقدري تسني بيهم السكاكين. بصي، بيبقى عندنا كلنا رخامه زي دي او رخامه زي دي عادي، بنركبها في المطبخ. فالراجل بيقطع حته على قد الحوض وبيطلع حته من الرخامه الكبيره. الحته دي احتفظي بيها، ما ترميهاش، او خليه يقطع لك منها حته كده قد ديت علشان تقدري تستخدميها في سن السكاكين. معلش على الخبط اللي جنبنا ده. بصي اهي كده بتجيبيها كده من الحافه دي اهي كده او دي، وبتقدري تسني السكينه كده كده، بتمشي بيها كده بس من على الجنبين كده. يعني بتجيبيها مره كده ومره كده. بامانه بتحمى جدا يعني، وهجربها معاكم كمان. بصي، كلنا عندنا رخامه في البيت سهله. واللي اسهل بقى من الرخامه هقولك عليه دلوقتي. بصوا اتسنت ازاي، بجد اتسنت يعني. واللي احسن من الرخامه وبتسن كويس جدا هي كسره البلاط. ديت شقفه بلاطه كده مكسوره اهي، بلاط من السيراميك او البلاط بتاع الارضيه، او حتى لو بلاط مزايكو على فكره هيسنها كويس جدا، لان هي فيها كسر رخام. البلاط اللي هو القديم خالص بتاعنا ده. بس المهم ان انت تبقي سندها على حاجه كده عاليه، تاخدي راحتك ان انت تبتدي تسني. ولو سكينه كبيره مش اهي، بامانه بتخلي السكينه عامله زي الموس، هتخلي سكينتك موس. بصي اهي، بجد بقت حاميه جدا. والاحسن من كده كمان، بصي لو هظبط الموبايل بس. بصي حضرتك كده عند الحوض كده اهو، انا سندتها كده اهو. الحوض انا حطيتها كده على الحرف، وهتجيبي السكينه اللي انت عاوزه تسنيها اهو، ومن الناحيه التانيه كمان. بصي بجد السكينه عامله زي الموس بجد. بصوا السن بتاعها يا جماعه، يا رب يكون باين اهو. عايزه اوريكم ان هي فعلا اتسنت. المخرطه كمان انا سنتها، لسه سناها دلوقتي، بس هوريكم. المخرطه ما تمسكيهاش من ايدها، المخرطه تمسكيها كده من هنا، وهتبتدي تسني بيها كده اهو. هتعملي كده لغايه لما تمشي ايدك كده، ايدك عليها بس بالراحه بقى، لانها فعلا بتتسن بجد يعني، بتبقى عامله زي الموس لغايه لما تحسي ان هي اتسنت معاكي كده. هتعملي كده كل السكاكين. الاحسن في وجهه نظري هي البلاطه الصراحه بتخليها فظيعه يعني، بتسنها جامد جدا. وكمان لو انت عملتيها عند الحوض، الرايش اللي بينزل ده او البودره اللي بتنزل دي هتلاقيها كلها نزلت في الحوض، يا دوبك في حبه ميه هتزحيهم وخلاص، وكانك ما عملتيش اي حاجه غير انك سنيتي السكاكين. بس احتفظي بيها بقى تحت كده عند دولاب المطبخ تحت خالص، حتى لو على الارض. واول ما تبتدي تحسي ان السكينه بتاعتك عايزه تتسن، طلعيها تسنيها وتشيليها تاني تحت يعني، مش هتستغني عنها الصراحه. كسره البلاطه ديت في المطبخ. في حاجه كمان لو عايزين حاجه اكتر تسني يعني، او مش موجود عندك البلاطه او الرخامه، انا ممكن اعمل معاكي حاجه تاني ان شاء الله نعملها في فيديو تاني. بتسن بردك وبتحتفظي بيها عندك بردك في المطبخ، تسني بيها لو ما عندكيش كسر بلاط او حته رخامه. هتنفعك جدا وهتحبي المطبخ جدا
لما تسني السكاكين كده، وهتحبي كمان تخرطي الملوخيه. يا رب اكون قدرت افيدكم لو بحاجه بسيطه خالص. ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو ما اشتركتيش في القناه يسعدني اشتراكك، والى اللقاء في فيديو جاي مع حلو حادق مع المسيه. باي.